وصفتنا النهارده هي المكرونه النجرسكو. هنعملها مع بعض بطريقه بسيطه، وكمان هقولك على كل التفاصيل. تطلع معاكي جوسي ولونها حلو، وكمان يبقى طعمها حلو قوي من غير ما تكون معجنه. اول حاجه معايا نص كيلو صدور فراخ، هقطعها تخين شويه او التقطيعه اللي تحبيها، وهتبلها بفصين توم مفرومين، كمان نص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره فلفل، ونص معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه صغيره زعتر او روزماري، وهقلبهم كده كويس مع بعض. بعد كده احط عليهم معلقه كبيره من الزيت واسيبهم يتبلوا شويه، يعني ربع ساعه ولا حاجه. في الوقت ده هنسلق المكرونه، هنسلقها في ميه بملح بس من غير زيت، وهنسلقها 3/4 سلقه، ودي حاجه مهمه قوي علشان المكرونه متبقاش معجنه. بعد كده في الطاسه على النار هسيبها تسخن كويس قوي، واحط عليها معلقه كبيره زيت، وهنزل بالفراخ. شايفين اول ما الاطراف بتاعتها تبيض كده هقلبها على الناحيه التانية، تكون خدت لون من تحت والناحيه التانية كمان تستوي. بعد كده هكون مجهزه الخضار بتاعي، واي نوع خضار تحبيه. انا مجهزه بصلايه متوسطه وفلفل الوان، وكمان ممكن تضيفي فلفل حار، وممكن تضيفي مشروم يديها قيمه غذائيه حلوه، وكمان بتبقى اغنى. وفي الاخر خالص بعد ما تستوي الفراخ هقفل النار، هحط عليهم زيتون اسود او اخضر متوفر عندك حطيه. بعد كده هنجهز صوص البشاميل، وده اهم حاجه في الوصفه. معايا 5 معالق كبيره زبده، وعليهم 5 معالق كبيره دقيق، وهقلبهم كده كويس مع بعض، نتاكد ان دي استوى كويس. واول ما يوصل الشكل ده تعرفي ان كده البشاميل مش هيكلكع معاكي. لازم يكون القوام الدقيق بالزبده او بالماده الدهنيه بالشكل ده علشان ما يكلكعش معاكي. بعد كده هكون مجهزه 1.5 لتر حليب، او اللي هي 6 كوبايات حليب. هنزل بيهم بالتدريج، اول ما احس ان هم اختفوا مع الدقيق هننزل تاني باللبن، وهنفضل نعمل كده لحد ما نخلص الكميه كلها. بعد كده هننزل بالتوابل، وهي عباره عن ملح وفلفل ابيض، يعني يفضل يكون فلفل ابيض، لو مش متوفر نحط فلفل اسود، ومكعب مرقه انا بحبها جدا مع البشاميل اللي بتدي طعمه حلو، وكمان زعتر، واهم حاجه جوز الطيب بتدي طعم حلو قوي في البشاميل، ولو مش بتحبيها تقدري تستغني عنها. هقلبهم كده كويس مع بعض، واول ما احس ان البشاميل ابتدى يعمل بابلز كده ويغلي، مش هنسيبه يغلي كتير علشان ما يتقلش، هقفل عليه النار. وهكون مجهزه نص كوبايه جبنه كريمي او معلقتين كبار جبنه كريمي، واحطهم عليها، او اي نوع جبنه مثلثات، جبنه كيري، اي نوع جبنه عندك تقدري تحطيها، بتفرق برده في طعم البشاميل. شايفين قوام الصوص مش تقيل، هو لسه لما يدخل الفرن هيتقل اكتر، فانا مش عايزاه تقيل. واول ما ننزل بالجبنه نديها تقليبه كده ونشيلها على طول. كده الصوص بقى معايا جاهز. بعد كده هجيب الصينيه او البايركس بتاعي، وهنزل بيهم بشويه محترمين كده من البشاميل. وبعد كده المكرونه، وزي ما قلت لك اي نوع مكرونه اهم حاجه يكون سلقينها 3/4 سلقه عشان ما تعجنش معايا لما تدخل الفرن. بعد ما احط نص الكميه هنزل عليهم ببشاميل، هغرقها كده بشاميل. بعد كده بالحشوه بتاعتنا هفردها، وبعدين هنكمل باقي الطبقات، نص المكرونه التاني، وفي الاخر خالص بقى هنغرقها بباقي صوص البشاميل. شايفين الصوص خفيف، هو ده اللي انا عايزاه. لما هيدخل الفرن هيتقل اكتر، هيبقى قوام مظبوط، مش تقيل ومش خفيف، مش زي المكرونه البشاميل العاديه بيبقى اخف شويه. بعد كده معايا جبنه موتزاريلا بدرجه حراره المطبخ، ده كده على الوش عشان تسيح وتدينا لون حلو، كمان تدينا طعم حلو، ورشه زعتر ودي اختياريه، كمان رشه زيت. وهندخلها الفرن مسخن مسبقا على اعلى درجه حراره على الرف في النص. اول ما الجبن تسيح وتاخد لون تبقى مظبوطه معانا في التسويه. بعد كده نطلعها. شايفين لونها حلو، شكلها حلو قوي، طعمها حلو جدا. شايفين قد ايه الصوص جوسي وطعمها حلو، كلها شاربه من طعم التوابل، سواء التوابل بتاعه الفراخ او طعم الصوص بتاع البشاميل مغرقها. طعمها حلو قوي، هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.